عمرك وقفت كده في لحظة وقلت يا ترى حياتي كان شكلها يبقى ايه لو اخترت قرار مختلف؟ مثلا لو دخلت كلية تانية او سافرت او حتى كنت كلمت الشخص اللي سبته يمشي. الخيال العلمي بيقول لك ان الاجابة موجودة فعلا في عالم موازي. نظرية الاكوان المتعددة بتقول ان في عدد لا نهائي من العوالم، وكل قرار بتاخده بيخلق نسخة جديدة من الواقع. نسخة منك دلوقتي قاعدة بتسمعني، ونسخة تانية ما بتفتحش الفيديو اصلا، نسخة عايشة اغنى حياة، ونسخة تانية افقر من اي حاجه، نسخه سعيده ونسخه تايهه ومكسوره. الموضوع مش هزار. علماء فيزياء زي هيو ايفر من سنين قالوا ان كل احتمال موجود بالفعل، لكنه بيتحقق في كون موازي. يعني انت مش شخص واحد، انت ملايين النسخ. بس هنا يجي السؤال اللي راق، لو في ملايين منك ايه اللي يخلي النسخه دي بالتحديد انت؟ ولو قابلت نسخه تانية هتبقى اقرب صديق ولا اخطر عدو؟ العوالم الموازيه بتخلينا نفكر يمكن حياتنا دي مش كل الحكايه، ويمكن اللي بنعيشه دلوقتي مجرد خط واحد وسط ملايين، واحنا ماشيين فيه عشان نكمل الدور. ما خفي كان اعظم.